النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش المسكر بحشوة رهيبة ومختلفة. كمان طريقة لفه هتكون سهلة وبسيطة جدا، في منت هتكوني مخلصة لفة الجلاش وتقدري تعملي كمية كبيرة بسرعة جدا من غير ما تفردي وتدهني ورقة بورقة. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان تعرفي الطريقة. ولو أول مرة بتشوفي قناتي، أنا سمر الدسوقي وقناة اسمها نوتيلا وموتزاريلا، وده هيكون أول صنف الحلويات رمضان. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي كومنت إيجابي يشجعني لعمل فيديوهات كتير. أول حاجة هنعملها هي الشربات. طبعا شربات الجلاش بيكون تقيل وبارد. طب تقيل ليه؟ علشان طبعا الجلاش لازم يكون مقرمش، وده علامة من علامات نجاحه. هنحط كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها، وهنقلب السكر كويس جدا. تمام كده لحد ما يدوب، وبعد كده نضيف نص ليمونة ورشة فانيليا، وأول ما يغلي نوطي عليه نار متوسطة، ومن بداية ما يغلي نعد 10 دقايق ل11 دقيقة، وبعد كده نطفي عليه. هو يكون القوام بتاعه خفيف، بس لما بيبرد بيكون تقيل. معايا هنا 250 جرام كنافة، والكنافة دي انا مفرزاها عشان تكون سهلة وانا بفركها كده. ممكن تحطيها في الكبة وممكن تعمليها بايديكي كده عادي. تمام كده، وده هتكون حشوة الجلاش بتاعتنا. هفركها لحد ما تبقى ناعمة معايا كويس جدا. بقت معايا بالشكل ده. تمام كده، وفي طاسة كده على النار حطيت سمنة بلدي، طبعا حلويات يعني سمنة بلدي. وهضيف طبعا الكنافة. هنحمر الكنافة دي لحد ما يبقى لونها ذهبي خالص على نار هادية. هقلبها كويس جدا بالشكل ده. هقلب كده، طبعا هقلب فيها باستمرار، ما سيبهاش وامشي خالص. افضل واقفة جنبها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انت هتشوفوه معايا ده. بقت معايا بالشكل ده كده. جبت هنا حوالي نص كوباية بشر ناعم او جوز هند، نص كوباية زبيب، نص كوباية سوداني مجروش او ضربة خفيفة كده في الكبة، ومعلقة قرفة صغيرة، قرفة مطحونة. واقلب كل المكونات دي كويس جدا. طبعا القرفة دي بتدي طعم مميز للحشوة بتاعتنا. اقلبها بقى كويس جدا. معايا انا حوالي معلقتين كبار سكر، ممكن تستغنى عنهم لو ما بتحبش الحشوة تكون مسكرة قوي. اقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. وبعد كده انا عاوزة كل الخلطة اللي معايا دي تكون يعني متماسكة شوية، ما تكونش مفلفلة كده، تبقى عاملة زي الرملة المبلولة. فهعمل هحط لها حوالي 3-4 معالق كده عسل اسمر. انا هحط شوية كده الاول، وبعد كده هبدأ اقلب، لو احتجت هحط الباقي. هقلبهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما كل المكونات تتغلف بالعسل. طب العسل ليه؟ علشان يمسك لي الحشوة جوه الجلاش. لما تيجي تقطمي كده خرطة الجلاش ما تقومش تقع منك الحشوة، ويبقى شكلها مش ألطف حاجة. تمام كده. انا احتجت طبعا الباقي حطيته، وبقت معايا كده بالشكل ده، يعني شبيهة بالرملة المبلولة شوية، متماسكة الى حد ما. معايا هنا بقى انا جايبة الجلاش ده، مستخدمة الجلاش اللي هو الطازة، ماهيش لفة الجلاش اللي كلنا عارفينها.
طبعا لفة الجلاش اللي معروفة بيبقى فيه 5، بتبقى فيه 10 ورقات وبيبقى فيه 12 ورقة. انا جبت هنا حطيت 5 ورقات، يعني انت تقسمي لفة الجلاش على 2، تحط 5 وتلفي بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. تبقى اللفة عريضة شوية، وفي صينية ألمونيا أو أي صينية عندك بتاعة فرن بتدهن الصينية سمنة بلدي أو زيت، وبعد كده بتقومي حاطة فيها اللفة اللي احنا هنعملها دي. ما بتبرميش، بتبقى لفة عريضة. بسيب طرف الورق كده، بجيب 5 ورقات وبسيب الطرف كده ناحيتي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ببدأ احط معلقة جنب معلقة وافردهم، يعني يكون الفردة بتاعت الحشوة تكون عريضة شوية. تمام كده. وببدأ اتني لحد نهاية الورق. حابة تخلي الورق 5 أو 6، فدي حاجة ترجعلك، بس أنا شايفة ان ده أنسب للخرطة اللي أنا عملتها. برصهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ببدأ أقطعهم على شكل مثلثات. بظبط بقى الصينية على ايدي عشان اعرف اطلع الخرطة كويس جدا، شكلها يعني منتظم او مظبوطة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اقطعهم كلهم، بس طبعا بيتقطعوا كل لفة لوحدها. ما اخدتش مننا وقت خالص، سهلة وبسيطة وسريعة جدا. جبت كده سمنة بلدي، على خفتها بزيت، طبعا زيت ذرة او زيت عباد، اي نوع انت بتستخدميه. اي زيت ما يكونلوش ريحة، يعني عشان ما يغيرلكيش طعم الجلاش. وهبدأ بقى اسقي بالمعلقة مش بالفرشة. الفرشة احنا مش عايزين ندهن، انا عاوزة اسقي بالمعلقة، وخصوصا الاماكن اللي فيها الفراغات او مكان ما انا قطعت بالسكينة كده لازم انا احط السمنة علشان تدخل لي بين الطبقات وتورق لي الجلاش. ما هسيبش بقى ولا مكان فاضي خالص، اغرق كل الجلاش بالسمنة البلدي زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. والاطراف برضو، وعلى درجة حرارة 200 على الرف الاولاني من تحت. وطلعت بقى معايا بالشكل ده. طبعا ولعت من تحت الاول، وبعد كده لما احمرت الارضية بتاعت الصينية ولعت من فوق الشواية لما اخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين خرجتها. اول ما خرجت كان الشربات طبعا برد معايا. وابدأ بقى اسقي كل الصينية والاطراف، ما سيبش ولا مكان فاضي من غير شربات. تمام كده. وقدمتها زينتها كده بالورد المجفف والفستق الكداب، وبقت معايا بالشكل ده. سهلة وبسيطة جدا، ما اخدتش اي وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنا زينت الطبق ده بالبشر الناعم او جوز الهند، والتزيين ده حاجة ترجعلك انتي. شايفين الخرطة متماسكة جدا، وحتى لما تقطميها مفيش اي حاجة تقع منها خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.